I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Oh yeah, oh yeah, oh I ask myself what am I doing here? Oh yeah. مرحبا بنات، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو ده هيكون شوية مشتريات انا حبيت اشاركها معاكم. طبعا لو انت جديدة في القناة بتاعتي اعملي اشتراك على الزر الاحمر اللي تحت ده عشان تشوفي اي فيديو جديد ينزل في القناة بتاعتي. لو عايزين تتابعوني في التويتر انستجرام او سناب شات هخلي لكم كل الاسماء فوق او تحت في الديسكربشن بوكس، فما تنسوش تتابعوني فيهم. اول حاجه هتكلم عنها اللي هي الطرحه دي. بصراحه اول الحجاب ده حبيته جدا جدا جدا. اول حاجه بسبب اللون، تاني حاجه بسبب ان هو كبير ما شاء الله، يعني ممكن تعملي فيه باي ستايل. الحاجه الثانيه الحلوه قوي فيها ان هي ناعمه جدا، يعني بصراحه ناعمه قوي قوي قوي. اللون بتاعه بصراحه حلو قوي، بيلبع على الملابس الحمراء او الملابس اللي بتكون لونها غامق شويه، فبصراحه حبيتها جدا جدا وقلت لازم اجيبها عشان يعني عندي الوان كتيره من الطرح بس ما عنديش اللون ده، فدي اول حاجه انا فكرت اجيبها. تاني حاجه اشتريتها اللي هي الشنطه دي. بصراحه حبيتها جدا جدا جدا، يعني ما اعرفش اوصف لكم حبيتها قد ايه. دي شنطه كويسه قوي للمدرسه عشان كبيره، يعني بتاخد حاجات كتير جدا جدا. عجبني فيها يعني ان هي كبيره وعندها التصميم ده من تحت، يعني تحطي حاجات من هنا برضه. حبيت تصميم الايد، يعني زي اشيله في الكتف مثلا او اشيله كده في ايدي. وفيها البتاع الصغير ده من هنا او زي اسمه ايه يا ربي؟ ما اعرفش اسمه بس عجبني برضه. تالت حاجه اللي هو السويتر ده او الفستان اللي عامل زي السويتر، معرفش اسمه ايه، بس بصراحه يعني عجبني جدا جدا جدا. اللون طبعا يعني حاجه انا كنت عايزاها قوي. هو طويل جدا جدا عامل زي الفستان وعجبني جدا جدا، وشكلها دافي بس مش يعني هي مش دافي قوي بس شكلها بيكون دافي وكده، بس عجباني عشان عادي تلبسي حاجات من جوه عشان تدفيكي. دي حاجه اساسيه بالنسبه لي في الشتاء، فقلت لازم اجيبها وكده، وحبيتها قوي بصراحه، يعني بجد بجد حبيتها. والرقبه بتكون تصميمها كده عشان طبعا هما بيلبسوها من غير الحجاب، فبتكون عامله زي الحجاب اللي بتلف حول الرقبه. رابع قطعه اللي هو بتاع اللي عامل زي سويتر او الكامينو، بس ان انت تلبسيه من فوق حاجه، انت من فوق قميص او من فوق حاجه. بصراحه حبيته جدا جدا جدا، ويعني لونه اول حاجه حلو قوي، تاني حاجه يعني شكله شتوي جدا، وتالت حاجه يعني كبير واسع وطويل. طبعا اول ما شفتها قلت ايه لازم اجيبها. انا بحب الحاجات دي جدا جدا، يعني عايزه اجيب منهم الوان. عندي منهم ابيض وايه تاني يا ربي او رمادي، بس يعني عايزه الالوان كتيره تاني لان بحب الحاجات دي. سهل ان انت تلبسي اي حاجه معاها، يعني تلبسي قميص انت بتحبيه وتحطي ده من فوقه بيكون شكله شيك قوي وحلو. خامس حاجه اللي هو الفستان ده، وده فستان على فكره اشتريته بالصدفه، يعني كنت ماشيه من عند محل كده وبعد كده شفت الفستان ده. بصراحه لونه عجبني جدا، مش طويل قوي فعشان كده بلبس له لاجينجز اسود، وبصراحه عجبني جدا جدا. بقيت البسه كتير قوي من شده ما هو حلو. عنده شريطين هنا ممكن تشدي الخصر وتخليه اصغر. اخر حاجه اللي هما البوتس دول من تارجت، بغض النظر عن اللون الجميل قوي وبصراحه ناعم من جوه، يعني لو تشوفوا النعومه اللي من جوه دي بصراحه مش هتصدقوا، ناعمه جدا جدا جدا. وطبعا انا بحب البوتات زي دي في الشتاء عشان دافيه من جوه وكده. دي اكتر حاجه حبيتها من الحاجات اللي انا اشتريتها من تارجت، يعني حبيتها بجد بجد. ده طبعا شكله بالجنبها فبيكون عنده الازرار دي، تصميمه حلو وشكله حلو وناعم من جوه، بصراحه يعني حبيته قوي 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 قوي. دي بس كانت الحاجات اللي انا اشتريتها وحبيت اوريها لكم. يا رب يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك دلوقتي عشان اعرف ان انتوا حبيتوا الفيديو. وطبعا لو عايزين فيديو ماذا يوجد في حقيبتي او ماذا يوجد في شنطتي، المهم لو عايزين فيديو زي ده اعملوا لايك للفيديو ده ووصلوا الفيديو ده 100 لايك. متنسوش اشتراك للقناه بتاعتي ولايك للفيديو. اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتكم من الحاجات اللي انا اشتريتها. عندكم فكره فيديو عايزين تشوفوها في القناه بتاعتي اكتبوها لي في التعليقات تحت وان شاء الله هعمله. قربنا نوصل لل1000 مشترك جدا جدا، فيا ريت يا ريت تدعموا القناه بتاعتي عشان نوصل لل1000 مشترك باقرب وقت. ولو وصلنا ل1000 مشترك ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات اكتر ومفاجآت والكلام ده كله. شاركوا الفيديو عشان ناس تانية تشوفها وناس تانية تيجي تشترك في القناه بتاعتي. فاشوفكم في الفيديو الجاي وسلام.